عليكم يا فراولات، وبسم الله والصلاه والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم موتانا وارحم ابويا يا رب العالمين، امين يا رب. النهارده فيديو جديد. الاساتذه طالبين دعم وهو حقهم صراحه، صح ولا لا؟ عشان هم معهمش العاب ولا في حاجه بتسليهم ولا اي حاجه. عارفه اجيب لعبه ايه؟ اللعبه اللي بتفضل تعيط وتعمل كده. اللي بتعمل ايه؟ اللي كانت بتجيبها اللي هي ايه؟ ما انا مش عارفه اسمها معلومش تقريبا. البيبي عامله زي البيبي اللي هي عربيه بننيمها عليها ونفضل نمشيها. طب ما انت كان عندك حاجه زي كده. معرفش هي راحت فين. مش عارفه. بصي احنا يعني ايه، مش عايزين نفتري، ها بكلمكم سكه ودغري، يعني عشان ايه الفلوس بس تكفينا احنا التلاته كده لحد لما اقبض بقى اخر الشهر. بقى اخر الشهر يا اختي ربنا يحلينا، فمش عايزين نفتري ماشي. ونختار حاجات ايه برضو، اختار اللعبه اللي تعجبكم برضو يكون فيها فكر. بس انا عجبني اللعبه دي. يعني هنشوف تمنها، لو لقينا تمنها غالي يا دودو يعني برضو مش هينفع نجيبها. ماشي يا ماما؟ ماشي ان شاء الله لما ربنا يفرجها عليا اجيب لكم اللي انتوا عايزينه. ماشي. فايه خلينا نشوف حاجه كده في اللطيف. كنا جايبينه محل. احنا دلوقتي رايحين في محل عندنا هنا في المساكن مخصص للعب وكده، فهشوف ممكن نجيب منه ايه. وانت ايه اللي في دماغك يا وعد؟ بس انا مفيش حاجه معايا. انا بخاف يا وعد والله، بقلق منك. هنشوف ممكن يختاروا ايه وربنا ييسر الحال. ممكن في حاجات انا اصلا عايزاها من عند العطار، لو لقيتها عنده هجيب وهوريها لكم برضو، هقول لكم انا جايباها ليه. هي حاجات كده اطالة الشعر وتكثيف ومش عارف ايه، فباذن الله تجيب نتيجه. فوصفه حلوه قوي قوي، فهجيبها كده واجربها، ولو لقيتها حلوه اوريلكم طبعا المكونات. ولو لقيتها حلوه وجابت معايا نتيجه على طول هقول لكم يعني عملتها ازاي بقى واستخدمتها ازاي والكلام ده بس. خلاص احنا قربنا من المحل وهنخش بقى واصور معاكم برضو جوه. ماشي؟ ماشي. محل الالعاب. فين محل الالعاب؟ ده مش ده خالص. دي معرفش مكتبه ولا ايه ده. بصي دي عربيتنا اهي. ارجع يا غالي ارجع. نفس اللون. بس دي الفئه الثانيه. خش سيئها واحده عذرا. طب انا ليه دخلت هنا؟ شبه الصوره اللي ورا. استنى بقى عشان نشوف ركنه. انا مشيت ومفيش هنا ركنه اصلا. هنشوف ركنه بقى كده وربنا ييسر. ممكن نلف. الدنيا هنا زحمه. المساكن انا هقف بكارته هنا بيلموا قد كده. خلينا بقى نلف عشان ملهاش حل. وريهم انت جبتي ايه. جابت العروسه تقول شكلها شبه الزومبي. اهي بعربيه اللي كان نفسها فيها، مع اني انا ما كنتش عايزه اجيبها اساسا، بس هي شكلها عجبني بصراحه. خدت لعبتي وعد اخدت دي اهي. دي بتعمل بيها انسيالات ومش عارف ايه. بصوا فيها اشكال كتيره قوي، وفيها اللي قفاله اهي، بس انا مش عارفه بقى هو الخيط فين. هو الخيط فين اصلا؟ يعني ده خيط اصلا؟ يعني مش شايفين هو خيط ولا ايه؟ معلش. فيني؟ خدت دي وخدت دي. اسمها ايه دي؟ انا مش عارفه اسمها. دي اسمها ايه؟ مكعب ايه؟ روبيك. هتعرفي تلعبي بيها؟ يلا
عادة ايه المفروض عايزة هتعملي ايه؟ خاتم؟ خاتم غويش. خاتم غويش. هتعمل خاتم ماشي، اشرحي لهم بقى، اشرحي لهم هتعملي ايه. هي عايزة خاتم، عايزة ايه ده؟ ماما قربي دي بس كده عليك عشان تبيني لهم الشغل بتاعك. وقعدت بتقول لي هتبيعهم هتعمل. يلا يا جماعه مين هيشتري من وعد؟ هتعملي وبتقولي الخاتم بكام؟ اصلا انا مش عارفة لسه انا اللي هقول لك. ماشي هنسعر بقى. دلوقتي هي بتعمل دي هتتقص عادي. بس المقص ده هو تطلع يتكسر اصلا عشان دي بلاستيك حاد ناشفه. عايزه المقص بتاع تيتا الكبير ده تروحي قصها من انا بتاعت العروسه. انت هتعملي لها، انت بتعملي لها ايه ده؟ دي خاتم. ده خاتم؟ بتعملي لها خاتم باسمها؟ الله. بس كده تربطي صح؟ لا يبقى عايزه حاجه ثانيه. لا ما تحطيش حاجه تانية، ما انت خلاص ختمتيها بالقلبين. خليه كده رقيق. يعني مش عايزين احط لها لون رمادي. لا لا انت عايزه رمادي ما قلتش. لا 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 عايزه باللون ده. هاتي الوايت. تلبسي هنا هي من الناحيتين، تربطيها بس ايه رابطه، وبعد كده ربطتين عليه. ايوه شيء. والربطه الثانيه دي شديها جامد بقى. لا ما مش هتقفل على صباعها. هاتي اربطها لي. اربطها لها. بالراحه. طب استنى. هاتي. لا ما بس ما دي ما رفعتها. استني تاخد بسيطه. حلو. شوفوا جميل قوي. وريهولهم بقى. بصوا تشيك تشيك. لا لا خاتم بس احنا لابسينه غلط ولا ايه؟ لا لا غلط. استني دلوقتي قيسي ايدك اهو كده الصح. بعدك شويه. ما تهدريش من ما تهدريش من ده، بس على قد الربط اهو. قصي بقى. قولي بقى عايزه ايه في سكت. عايزه تعالي هاتي الخاتم البسيه. بقى لا اصل ساخن. عايزه باللون. شوفي عايزه دهب. وريهولي. بصوا دهب. ده حروف. دي حروف. قاعدة عملته. دي حروف. دي حروف. ماشي. شكله حلو قوي. والله العظيم لعبة مسلية وجميلة. ها عايزه ايه؟ وشه ايه؟ ايوه اللون ايه؟ في اخضر. انت ممكن تلوني. انت عايزة عايزة ايه؟ انا عايزه شبه برضو الخاتم. يعني دول. لا ما هو دول بلاش تحطيهم، يعني خلي دول مع دول، يعني مع السمايل او الحروف اللي هي الملونه. دول خليهم بقى في حاجه تانية، يعني مثلا ممكن تحطيهم مع حاجات تانية. حلوه قوي الخاتم ده مع الحروف السوداء اللي انت حطاها. تعملي لها اسمها برضو. على حسب. ممكن اعملي لها حرف بس حرفها. ممكن تعملي لها حرف من الحروف دي. الله حرفي اهو. كل حروف. هو حرف جدو. حطي لها حرف الايه. انا عايزه حرف جدو. يحط لها حرف جدو. حرف الاتش. ويا عيال فيكم الخير. حرف الاتش. هو ايه اللي جاب حرف جدو هنا؟ انا ممكن اجيب لك جيفت بقى، هديهولك هديه عشان تمسكي بيه طالما انت عارفه تمسكي ايه. عايزه ايه تاني؟ اعمل لك بقى اللون ايه من الفرس ذات نفسه؟ فوشيا او احمر. اصفر ينفع؟ يبقى حلو لان انا حاطه حاجه. خدي يا دود. نعم. شوفي تعرفي تمسكي بده.
خالص. هي عايزة أصفر. ايه ده؟ عايزة لون أحمر. أحمر ولا أصفر؟ ما هو أنا مطلعاش ده أصفر، مش هينفع يبقى أحمر. تنسي حاجة؟ ماشي. كل ده أصفر. ده أنا ممكن لو عملت سلسلة بدل يعني كده، بدل ما تبقى أقفل بده أروح أقفل بيها. فأنا واربطها وبعد كده. بس حلو أوي الخاتم. شكله عسول. كان عندك خاتم زي ده بس ما كانش عاجبك. انا عصير قلتلي عايزه خديه رحت. خلاص بسيطة، مش لازم كل ده. خلاص كده يعني بصي بقى، انت مثلا حطيتي 5 من هنا من الاصفر، يبقى لازم تحطي 5 من هنا من الاصفر، فهمتي؟ كده 8. 8 خدي 2 كمان اهو قدامك كده 8. 10 بس. استني الاثنين نازلين في بعض. ايوه ماشي. طارت يا ربي. كده بقى اهي لقيتها. خلاص لقيتها، هاتي واحدة بس. انا هحطها ولا كده؟ والله. بصي يا دودو، هاتي انا اوريكي تمسكي ازاي. ممكن تمسكي كده عادي، مش شرط اللي هو كده. ماشي، مثلا انت عايزه اهي ماشي، ممكن تسنديها يعني مثلا اهو، ممكن تدخليها فيها يعني مثلا انت عايزه البينك دي اهي، مثلا البيضه اهي، فاهمه؟ عايزه مثلا من هنا تدخلي بس الجفت فيها. ماشي. ماما انا كنت عايزه اشتري منها بس انت اللي اخترت ليه؟ انا مش هتعرفي تعمليها. لا ما دي يعني مش يعني انت لسه صغيره، وبعدين انت اخترت العروسه. انت اللي اخترت لها مال. مش انت كنت عايزه عروسه بعربيه؟ ايوه. طيب انا اعمل لك ايه؟ انا لقيت لك دي شكلها احلى، والثانيه كان انت مش انتوا كان عندكم زيها؟ اللي كانت واقفه اللي ما كانتش ليها عربيه. ما كان معاها عربيه، وكانت انا كنت جايبه لكم اختها. اجيب لي حاجه احنا كنا جايبينها قبل كده. انا مش فاكره اللي انت كنت جايباها لنا قبل كده. مش فاكره كل من كتر اللي اترموا في الزباله. اعتقد احنا خلاص كده 5. صغيره. ماشي، حطي بقى السمايل وحطي بس ما تهزيش. حطي السمايل وحطي بقى الخرز الباقي من الناحيه التانية. عارفه كده اهو. ماشي. مش انت كنت بتقول حرف جد التاني اهو؟ ماشي. شطوره. حرف الايه ده؟ اتش. برافو عليكي. فين اسمك؟ حرف ده حرف؟ لا ده لا مش لا ده زد. ده مش زد، ده ان، بس هي شايفاه بالشقلوب اهو زد. ماشي. وفين حرفك؟ ده بالعكس اهو. شفتها. بس كده بسيطة خالص، شكلها لذيذ. هي تربطها. وعد بصراحة عملت واحدة واتفكت مني غصب عني، فانا رحت عاملاها العهد بقى، هيها برضو. قمر والله لعبة مسلية جدا يا جماعة، والله هاتوها ليكم انتوا وعيالكم، تتسلوا بقى انتوا وعيالكم كده، تعملوا اشكال وحظاظات وسلاسل وحاجات جميلة، وفيها اصلا بصوا حاجات كتيرة قوي. يعني فيها حاجات حلوة، الحروف منها اسود وفضي وذهبي والوان. والوان، وفي قلوب وفي الوان بقى اللي هو خرز. لا دي بي في السمايل اهي. ماشي روحي. وفي بقى عارفين الخرز ده ان شاء الله، لو ما يعني لو هي عملتها وحبت الموضوع وكسبت بقى وعملت مشروع، انا ان شاء الله اجيب لها تاني، ولو عجبها وهي بقت شاطره فيه نسعر بقى ونعمل اسعار بقى وحاجات بقى، ماشي طول الصيف بقى نسعر. هي عايزه تعمل حاجه لنفسها فتعمل. تعالوا انا اوريكم ايه الحاجه اللي انا جبتها.
خلاص كده خلاص كده يا فراولات. بصراحة البتاعة اللي هي اللي انا جبتها الوعد دي مسلية بشكل مش طبيعي. لو اقول لكم وعد عملت كمية حاجات قد ايه، حظاظات بقى وكده، عملت حاجات حلوة قوي ومسلية جدا جدا فوق ما انتم ما تتخيلوا بجد. يعني جميلة وعلى فكرة سعرها ما كانش غالي، سعرها ب 200 جنيه تقريبا، وحلوة قوي وفي منها كذا شكل، بس ده اكتر شكل عجبني. المهم بقى انا قلت لكم هجيب حاجات وهوريها لكم. انا عايزه اقول لكم ان اولا كان في مشكله في الاضاءه بتاعه العربيه، رحت عملتها. اللابتوب بتاعي الماوس فجاه مش شغال بقاله فتره صراحه. المهم رحت لواحد قال لي ده بس التعريف اللي على اللاب ما كانش معرف الماوس. عمله هو كل اللي عمله ان هو داس على الزرار بتاع التعريف الماوس. اخد كام؟ 50 جنيه والله العظيم. المهم خلينا في المهم، رحت المرواني اللي في المساكن. البنات صراحه انا بحب، قلت لكم قبل كده ان انا بحب استخدم لهم زيت جوز هند بس يكون اصلي. خلاص ف للاسف احنا ما خدناهوش ووعد ما خدتهوش، فرحت جايبه لهم، جبت لهم بقى بتاع تري شوب. ده تري شوب هير فود بزيت جوز الهند، زيت اللوز الحلو وفيتامين اي لشعر صحي ولامع. بصوا ريحته جوز هند حلوه قوي، يعني انا بكره اصلا ريحه جوز الهند في اي شيء، بس ده ريحته ريحه جوز هند عايز يتاكل، ريحته حلوه حلوه حلوه. فجبته لهم لان انا بحب اعمله لهم كده، وانا عامله لهم بن هنا بيفرد الشعر بطريقه مش طبيعيه. فانا جبت لهم زي ما قلت لكم تري شوب، دي كانت ب 100 جنيه ماشي. انا جبت برضو الكريم اللي هو بتاع الديودرانت عامه للاندر ارم. بصوا دي انا متعوده عليها، اللي هو الكريم بتاع العود الملكي، دي انا عارفاها. عايزه اقول لكم ان هي حلوه جدا، بتمنع ريحه العرق. بصوا عايزه اقول لكم والله انا ممكن احطها ومثلا اقعد عليها 3 ايام 4 ايام ما بحطش، بنسى احط من كتر ان هو اساسا ما شاء الله بتخلي ريحتك حلوه قوي، زائد ان هي بتفتح، زائد ان هي رخيصه جدا. انا عايزه اقول لكم جايباها من عند المروني ب 35 جنيه. لقيت دي كمان جديده، يعني انا اول مره اشوف الاصدار ده بصراحه، برضو من نفس الشركه ده العود الملكي برضو، بس دي اسمها جولدن. عايزه اقول لكم ان ريحتها رايقه روقان، يا رب اروق رؤيتها، يا رب يا رب ابقى رايقه زيها كده. ريحتها حلوه قوي، ريحتها حلوه قوي 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 قوي. دي ده بص، دي في عالم وده في عالم تاني خالص موازي. ريحتها رايقه رايقه، هقول لكم عامله زي ايه. بصوا هي ريحتها ريحه بخور، بس انا مش عارفه اسمه، بس انا البخور ده انا جبته قبل كده وبحب ريحته من الاخر، ريحه بخور بجد. ب 35 جنيه برضه، الراجل قال لي ب 45 جنيه. وبعد كده هو بيضربها على الجهاز، هو ما اتكلمش، فانا ببص كده عشان انا يعني بحب اشوف الاسعار على الجهاز. لقيتها قلت له ايه ده مكتوب 35. قال لي ده المخمريه بقى هي اللي 45. قلت له تمام ماشي. المهم جبت كمان الوصفه بقى بتاعه الشعر، بس ناقصها حاجه واحده، ما الاقيها ابقى اجيبها وهقول لكم عليها. عباره عن حبه البركه ماشي. هو كان حاطط لي ب 20، هو حاطط لي ب 20 جنيه حبه البركه. وجبت قرنفل ب 20 جنيه، وجبت حلب حصى دول ب 10 جنيه. لسه طبعا في باقي مكونات المفروض بيتحط عليها توم، وبيتحط عليها الحاجه اللي انا لسه هجيبها من بره، يعني حاجات من البيت. هحط توم وهحط نقطه صغننه من دبس الرمان، وفاضل حاجه واحده هتتجاب من بره. اما الاقيها بقى واعمل الوصفه، واعمل الوصفه دي، واعمل ازازه التونر ده من الحاجات دي، هقول لكم رايي فيها وهجربها، لان انا متفائله بالوصفه دي بطريقه مش طبيعيه بقى. على فكره دي بتتقل وتطول، فاول والله ما هجربها، بس النتيجه اشوفها، يعني هي النتيجه بتبان بعد شهرين، فلما اشوف النتيجه هقول لكم عليها. بس
انجزنا حاجات كتير النهارده الحمد لله. بسطت البنات نزلتهم بس كده، واقول لكم بقى سلام.